في الفيديو اللي فات اتكلمت معاكم على الحاجات اللي انا حققتها من الفيجن بورد والحاجات اللي ما اتحققتش. دلوقتي عايزه اقول لكم ليه مهم قوي ان انتوا تعملوا الفيجن بورد، وهي ليه ساعدتني وانا ليه بقيت مهووسه بموضوع الفيجن بورد ده، وعايزاكم انتوا كمان تبداوا تعملوها. اول حاجه باختصار شديد، الفيجن بورد هي عباره عن لوحه بيضاء انت بتحط فيها او بتحطوا فيها الحاجات اللي انتوا عايزين تحققوها بعد سنه، او الشخصيه اللي انتوا عايزين توصلوا لها. فبتبداوا ان انتوا تحطوا الصور اللي بتخدم الفيوتشر سيلف بتاعتكم، سواء كانت السفر الفلانيه او اللغه اللي انتوا عايزين تتعلموها، او حتى انكم تشتروا الخاتم الفلاني. كل ده تقدروا تحطوه في الفيجن بورد. بعد كده هتسالوا نفسكم سؤال مهم جدا: ازاي اقدر احقق الهدف ده؟ ازاي اقدر اشتري الخاتم الفلاني؟ ازاي اقدر اتكلم اللغه الفلانيه؟ بعد ما تسالوا نفسكم السؤال الصح، هيبدا مخكم يجيب لكم في الاجابات دي هي اللي من خلالها هتعرفوا ازاي تحققوا الهدف الفلاني ده. طيب، الفيجن بورد ليه مهم وليه انا شايفه ان هي مهمه وايه هي الحاجات اللي غيرتها فيا؟ رقم واحد، الفيجن بورد هتطلعكم من دور الضحيه ودايره الاعذار. طالما طلعتوا من الحاجتين دول فانتوا قادرين ان انتوا تحققوا كل الحاجات اللي انتوا عايزينها، وبقيتوا خلاص على الطريق الصح اللي انتوا تحققوا فيه هدفكم. تاني حاجه، الفيجن بورد بتبعد عنكم اي تشتت، لان انتوا طالما خلاص حطيتوا الاهداف اللي انتوا عايزينها، اي حاجه في الطريق هتيجي معيقات ليكم هتبقوا عارفين انه مش هو ده الهدف اللي هيخدمكم، ومش هي دي الحاجه اللي هتساعدكم ان انتوا تحققوا الجول ده، فبالتالي انتوا مش هتنتبهوا ليها اصلا ومش هتكونوا مشتتين، فهي هتبعدكم عن التشتت. تالت حاجه، دايما هتحطكم في منطقه السعي، ودايما هيبقى عندكم تفاؤل. انا كنت حاطه الفيجن بورد بتاعتي على اللوك سكرين بتاعت التليفون وعلى الديسكتوب عندي على اللابتوب، وكنت كل ما افتح اللابتوب واشوف مثلا اهداف ما اتحققتش، خلاص مش مشكله يا نورهان، النهارده بكره بعده الشهر اللي جاي، لسه السنه فيها ايام كتيره، ومع اول هدف هتحققوه هتحسوا ان الفيجن بورد دي كلها سهله جدا، وان انتوا شطار قوي، وان انتوا هتقدروا ان شاء الله تحققوا كل حاجه انتوا عايزين تعملوها. ولو الفيديو ده طلع لكم في اي وقت من السنه، سواء حتى شهر 11 وشفتوه، مفيش اي مشكله ان انتوا تبداوا فعلا وتعملوا الفيجن بورد بتاعتكم وتبداوا السنه من شهر 11. ولو انتوا خلاص عملتوا الفيجن بورد، برافو شطورين، انا حابه اسقف لكم قوي. بس انا عايزه اقول لكم نصيحه، ان انتوا ما تقولوش الفيجن بورد بتاعتكم لحد ولا توروها لحد. ليه بقى؟ لان اول حاجه لما هتقولوا للشخص على الفيجن بورد بتاعتكم هيحصل حاجه من الاثنين: يا اما هيسقف لكم، والتسقيفه دي المفروض ان انتوا كنتوا تسمعوها في الاخر، فهتحسوا ان انتوا حققتوا الهدف، فبالتالي هتهبطوا. حاجه رقم 2، ان انتوا ممكن يتم مهاجمتكم: هو انتوا بقى اللي هتحققوا الاهداف دي؟ يعني هي جت عليك مش عارفه ايه، وكل الكلام اللي هو احنا ما بنحبش نسمعه ده. فاعملوا في صمت وخلوا النتائج هي اللي تتكلم عنكم.